بسم الله الرحمن الرحيم. جريدة الحلم العربي من هنا من داخل مدينة بسيون، مع واحدة من الشخصيات العامة داخل مدينة بسيون والإنشاءات الدينية، الأستاذة بسنت جد الله. أولا برحب بحضرتك يا أستاذة بسنت على جريدة الحلم العربي. اهلا بحضرتك. صحتك طيب. وحضرتك طيب. عايزين نتعرف عليكي بقى. انا المنشده بسنت محمد جد الله، بنت مدينه بسيون. انا خريجه تكنولوجيا 2023 تكنولوجيا كهرباء، سفيره الشباب العربي. و... وانا منشده سابقا في فريق المداحين، فريق المداحين مسرح 23 يوليو بالمحله الكبرى، وفريق مسك الحياه في ابتدائي. ولما كنا في ابتدائي وكده طبيعي بيكون في اذاعه مدرسيه في الطابور الصباحي كل يوم، فكان كل حد بيقول حاجه معينه، فانا كنت بطلع اغنيه اللي هي مثلا اغنيه عن الوطن، عن مصر، حاجه عن الام. فمن هنا اكتشفت ان صوتي كويس، فبعدين بقيت دايما بطلع انشوده بس. ده في الابتدائي. في الابتدائي. وبعد كده كملت بقى في الاعدادي بقى وثانوي وكليه، كملت في الموضوع جامد، اتجهت لمراكز الشباب كمان. بقيت حاليا بنزل حفلات كتير. فاتجهت للانشاد بس، فحاليا انشاد ديني فقط يعني. إيه، أستاذة بسنت حضرتك دايما منورة على السوشيال ميديا، وشفت ليكي لقاءات كتير، مش في بسيون بس، ده خارج مدينة بسيون في القاهرة وفي اسكندرية. انا سفيرة الشباب العربي، فانا بنزل مؤتمرات دايما تبع الشباب العربي. بنزل في القاهرة يعني في كل المناسبات عموما بنزل، يعني مثلا 23 يوليو، اليوم اليتيم، تكريم مثلا حفظة قرآن، حفلات كتير خالص انا بكون بحييها هناك. يا جمال النبي سيدنا النبي، فيهم سر الهدى والرضا، سر الكتاب فيهم عش جمال سيدنا النبي، سيدنا النبي فيهم سر الهدى والرضا، سر الكتاب فيهم عد الحصى بالعصا، موسى النبي فيهم سر الشفا معرفة، عيسى احتفل بيهم عد الحصى بالعصا، موسى النبي فيهم سر الشفا معرفة، عيسى احتفل بيهم من كل هم ونكد، ربك معاه فيهم من كل هم ونكد، ربك معاه فيهم. يا عاشقين سيدنا النبي صلوا على نوره، محلى الصلاة على النبي كاس وبان نوره. يا عاشقين سيدنا النبي صلوا على نوره، محلى الصلاة على قبل الهوا، قبل ما نسجل كنت بتشكري لي في رجل الاعمال الباشمهندس حسام شقيطه، وان هو وقف مع حضرتك وقدم لحضرتك معنويا وماديا، ووقف معاكي يعني بمجهود كبير جامد جدا جدا، وكنت بتشكري لي من نفسك فيه. فعلا مهندس حسام، يعني انا اول مره قابلته فيها انا ما كنتش اعرفه. اول مره قابلته فيها قابلته في مؤتمر، كنت انا في مؤتمر بنشد فيه مع الرحاله كابتن محمد المصري ابن بلدي ابن بسيون. ف فهو شافني، ولما عجبه صوتي لما انا كنت بنشد فهو قام ودعمني ماديا، قال قدام الكل ان هو هيدعمني ماديا وفنيا يعني، ودفع لي فلوس ان انا اسجل اناشيد دينيه وكده، وبالفعل دفع لي فلوس 4 أناشيد، سجلت 4. وحرفيا هو يعني أكتر حد واقف جنبي الفترة دي، مش مستني مني مقابل. يعني في ناس كتير ممكن تساعد بس هي مستنية مقابل، مهندس حسام مش مستني مني مقابل، بل بالعكس هو يعني حاجة بينه وبين ربنا، ان هو بيدعمني وبيدعمني معنويا كمان. مش اهم الجوائز بقى اللي حضرتك حصلت عليها. انا اخدت جوائز كتير، بس اهم الجوائز هي جوائز مهرجان ابداع 2022، وانا اولى مركز اول جمهوري 2024 في كيان الهيبه على مستوى الجمهوريه، فكنت اخدت الدرع الذهبي والميداليه وشويه حاجات كده. فدي كانت اهم جايزه اخدتها في الانشاد يعني.
في اللقاء الممتع مع حضرتك دوت، واحنا يعني سعداء أوي إن احنا اتقابلنا مع بنت مصرية جدعة بتلقي أناشيد دينية، أجمل الأناشيد الدينية، ومسك الختام بقى إن أنت تحبي تسمعها لنا وتسمعها لكل متابعينك. صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين. صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، علمنا تقوى الخلاق والحق وحسن الأخلاق. علمنا تقوى الخلاق والحق وحسن الأخلاق، وأنا لأراه مشتاق وأكحل تلك العينين. صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين، وعليه صلاة وسلام من مولانا ذي الإكرام. وعليه صلاة وسلام من مولانا ذي الإكرام. ما دارت فينا الأيام تتوالى بين البدرين. صلوا صلوا صلاتين على الهادي نور العين. أبي فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين.